السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ تعالوا نكمل باقي تفريزات رمضان. وعملت البطاطس اهيت زي ما طلبتوها مني، بس دي طريقة خاصة بيا انا وجميلة جدا، ان شاء الله لو جربتوها هتعجبكم. انا بجيب البطاطس مش بغسلها الاول قبل التقشير، لا انا بقشرها عادي وبعدين اغسلها، وبعد كده ما بغسلهاش تاني بقى. يعني ما اكون مقشراها زي ما انتم شايفين كده بغسلها، وبعد ما اخرطها ما بغسلهاش تاني. البطاطس تجيبيها طولية كده ومظبوطة معاكي علشان ايه تعرفي تخرطيها تبقى حلو. ولازم تتأكدي ان البطاطس تكون بطاطس تحمير، مش بتاعة الطبيخ، علشان تبقى حلوة معاكي في القلية. انا التقطيعه بتاعتي بقى انا بعمل بالقطعه بتاعت الجزر دي عشان تبقى مشرشره شويه، لها شكل شويه يعني. كمان ما بقطعهاش صوابع، انا بقطعها دواير، والدايره بقسمها اتنين بس كده. طيب لو انت عايزه تعمليها صوابع مفيش اي مانع خالص، اقطعيها واعمليها صوابع بالشكل ده كده اللي يريحك. بس انا بحب اقطع الدايره اتنين بس في اللي هي بتاعت الخزين دي. آه، قطعيها بقى وشكليها الشكل اللي يعجبك، وكمان السمك اللي يعجبك. يعني مثلا لو انت بتحبيها طرية من جوه، يبقى تخني شوية الشريحة ديت اللي انا بقطعها دي. بتحبيها مقرمشة قوي، يبقى تخليها ارفع شوية، يعني اللي يناسبك. قطعتهم بقى وعملتهم اهوت. وهحضر بقى ليهم الايه، الخلطة بتاعتهم اللي انا هعملها فيها. خلاص كده زي ما قلت لكم، ما خلاص انا بعد ما خرطتها كده مفيش غسيل تاني، لان انا غسلتها قبل ما اخرطها. هكون بقى حاطه حله على النار، تكون قايمه هتغلي، انتوا فاهمين يعني، خلاص قايمه تغلي. هقوم حاطه فيها معلقه ملح، واحط فيها معلقتين سكر ممسوحين، ربع كوبايه خل، وهحط توابل بقى اللي تحبيها، بس انا بحط كمون وبابريكا وشطه، وبحط توم باودر وبصل باودر، وبحط كمان شويه كركم وشويه كاري. التوابل دي كلها مع بعضها كده بتدي طعم في الاخر جميل جدا، زي يعني نكهات الشيبسي وكده. وطبعا لما تبقي تطلعيها من الزيت، حسيتي انها عايزه شويه ملح تاني حطي، عايزه كمان شويه بهارات بطاطس حطي، تمام. بس دي ان شاء الله هتبقى ايه، كامله متكامله كده. انا حطيت البطاطس فيها اهوت وهي كانت قايمه تغلي. طبعا لما حطيت البطاطس الميه بردت شويه، فانا هسيبها لمده دقيقتين كده على النار، وبعد كده هقوم طافيه ومغطيه عليها وسايباها. بعد تلت ساعه بصي عليها، لو البطاطس بتاعتك سميكه بعد تلت ساعه. طب لو انت عاملاها رفيعه شويه، يبقى 10 دقايق كده وتبصي عليها. لو ما لقيتهاش يبقى يعني الطبقه اللي فوق كده طريت، سيبيها في قلب الميه لحد ما تبرد عليها خالص. بعد كده بقى طلعيها صفيها وعلى فوطة وبتاعة المطبخ، ورصيها كده الا انها تنشف يعني. طبعا انا ما بدخلهاش الفريزر تاني واطلعها وارصها والحاجات دي، لا ما تقلقيش. انا بس يعني بحطها على الفوطة كده، المية بتاعتها تنشف، وبعبي بقى سواء في الاكياس او في العلب اللي يعجبك. الحجم الكيس اللي يناسبك انتي يعني. حتى لو حطيتي كتير في الكيس ما تقلقيش، هي مش بتمسك في بعضها خالص. برضو لو عايزة تدخليها الفريزر وتبقي تفتحيها تاخدي منها شوية وترجعي الباقي، مفيش اي مشكلة يعني. هي دي طريقتي الخاصة، ويا رب تعجبكم. وكل سنة وانتم طيبين، واستنوني ان شاء الله في وصفات تانية كتير.